زلت في دفاتري قصيدة، وفي ظلال أعيني كشمعة جديدة، وفي ظلال أعيني كشمعة جديدة. ما زلت مثل وردة الربيع يا وحيدة. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب، إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الأكارم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم الدائم قضايا إريتريا. في هذا اليوم الموافق 2 من شهر رمضان المبارك لعام 1444 نتحدث عن كيفية استقبال شهر رمضان المبارك، ونتحدث أيضا عن أوضاع شعبنا الإريتري مع شهر رمضان المبارك سابقا وحاليا ولاحقا، وكذلك نتحدث عن الجاليات الإريترية المتواجدة حول العالم. باسمكم جميعا أرحب بالضيف الكريم الدكتور حسن سلمان، الداعية المعروف والضيف الدائم، ولنحاوره في موضوعنا هذا. وأرحب بكم أيضا مشاهدي الأكارم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام. حياكم الله شيخ حسن. أهلا وسهلا ومرحبا بك بالمشاهدين، ورمضان مبارك علينا جميعا وعلى أمة الإسلام، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على صيامه وقيامه. شيخ حسن، مدخل في فضل صيام شهر رمضان المبارك ومكانته في الإسلام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن من المعلوم من دين الإسلام بالضرورة أن صيام هذا الشهر المبارك وفرض من فرائض الإسلام وركن من أركان هذا الدين، فرض بكتاب الله سبحانه وتعالى، وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، وأكدت عليه الأمة من خلال الإجماع، انطلاقا من قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، وقول النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، إلى قوله: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فدل ذلك على أن الأمر هنا للوجوب. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما عن ابن عمر رضي الله عنه قال: بني الإسلام على 5، وذكر منها وصوم رمضان. وكذلك عندما جاءه الأعرابي: ما الذي يجب علي من شعائر الإسلام؟ سأله عن الصلاة وكذا، ثم سأله كذلك عن الصوم، فقال: ما الذي يجب علي من الصوم؟ قال: شهر رمضان إلا أن تطوع، يعني ما زاد عن هذا الشهر فهو تطوع. وبالتالي هذه الفريضة العظيمة التي فرضها الله سبحانه وتعالى، من جحدها فهو كافر والعياذ بالله، ومن تركها تكاسلا وهو مقر بوجوبها وبأنها فرض من فرائض هذا الدين، فإنه يعد فاسقا من الفساق ومرتكبا لكبيرة من كبائر هذا الدين، من كبيرة من الكبائر، لأن يعني ترك الركن، بل هنالك من العلماء أمثال سفيان بن عيينة وغيرهم اعتبروا أن ترك هذا الركن نفسه كفر، منهم من ذهب إلى هذا، لكن غالب جمهور العلماء أن من ترك يوما واحدا من شهر رمضان فإنه يعد بذلك فاسقا مرتكبا للكبيرة، يجب عليه أن يتوب منها ويقلع، ويجب بعد ذلك عليه القضاء. ومن تركه بالكلية، من تركه بالكلية على كل دون أن يبالي به قد يصل والعياذ بالله هذا الأمر إلى الكفر، خاصة وفق تعريف الإيمان الذي هو عمل بالأركان، وهذا هو الذي جعل سفيان بن عيينة يقول العمل بالأركان، يقول أركان الأربعة يجب أن يعمل بها وإلا يعد الإنسان كافرا. على كل، هذه مسألة خطيرة جدا يكفي فيها
أن يكون الإنسان بين الكفر والإيمان، يعني أن يكون الإنسان بين الكفر والإيمان. صحيح أن العلماء قد يكون غالبهم يرى بأن ترك الصلاة بالكلية كفرا، ويختلف بعد ذلك في الأركان الثلاثة الأخرى، لكن التأكيد على أنه واجب والتأكيد على أنه فرض من فرائض هذا الدين، وأن إهماله قد يؤدي بالإنسان والعياذ بالله إلى أن يخرج من الدين بالكلية، لأن الترك الكلي فيه إشكال، يعني وفقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فالترك الكلي قد يكون محل على كل لمواجهة الكفر والعياذ بالله. أما فضل هذا الشهر من حيث الأفضلية، فيكفي أن الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي عد هذا الصيام في أجره بأنه لا يدخل ضمن القاعدة الكلية اللي هو الحسنة بعشر أمثالها. معروف أن الحسنات كلها يكون فيها الأجر الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، لكن صوم رمضان اختص الله سبحانه وتعالى هذا الأمر به، قال: الصوم لي وأنا أجزي به. يا سلام. الصوم لي وأنا أجزي به، فكأنما يعني هنا سبحان الله أجره غير معلوم، وفي نفس الوقت ادخر الله سبحانه وتعالى كأنما مفاجأة لهذا الصائم الذي كان يكتم أمره، لأنه موضوع الصيام له علاقة بالمراقبة، له علاقة بالإخلاص، له علاقة بالخوف من الله سبحانه وتعالى، فهو أمر خفي. كذلك الله سبحانه جعل الجزاء من جنس العمل، يعني الصيام فيه الخفاء بشكل كبير، لا أحد يستطيع أن يقول والله فلان فاطر ولا صائم، الأمر بينه وبين ربه، فادخر الله كذلك هذه المسألة. وكذلك قالوا لأن الصيام يندرج في باب الصبر، فإن الصبر الله سبحانه وتعالى قال فيه: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فالأجر حقيقة كبير جدا، أجر من يصوم رمضان، ويدخل كذلك في المباعدة التي تكون بين الجهنم وبين صيام يوم، مع أن قد تكون بعضها واردة في النوافل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صام يوم مطلق الأيام، فكيف بمن يصوم يوم وهو مفروض عليه؟ إذا كان في النافلة يباعد الله بينك وبين جهنم 70 خريفا. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والصوم جنة، والصوم جنة، فهو جنة بينك وبين العذاب والعياذ بالله، يعني كأنما هو وقاية، ولأنه متصل بالتقوى، والتقوى كذلك أيضا هي وقاية. فحقيقة موضوع الصيام فضله كبير وأجره عظيم. جميل. طيب شيخ حسن، ذكرت أن جمهور العلماء قالوا بأن من ترك يوما واحدا فهو قد ارتكب كبيرا من الكبائر، وذكرت أن من تركه بالكلية قد يكون كافرا، وذكرت أن من جحده يكون بالإجماع كافر. نعم. هل في أحد جحد صيام رمضان في إريتريا أو تركه بالكلية ولم يصم أو أفطر يوما؟ يعني وضع شعبنا الإريتري في استقبال شهر رمضان كيف كان؟ موضوع طبعا الشعب، حتى يعني نكون واصفين للحقيقة بشكل دقيق، نلاحظ بأن عامة الناس حتى لو تركوا تجد أنهم مقرين بأصل الوجوب. جميل. فهم يقرون بأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج. هذه الأركان لا يكاد مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله من عامة المسلمين من يترك الصيام جحودا، هذا يندر جدا. جميل. بل بالعكس، ستلاحظ بأن حتى الذين يفطرون من عامة الناس تجدهم يتخبؤون ويستحيون من المجتمع، ويرون أن ما يفعلونه مشكلة في حقهم، إما بقانون العيب كما يقولون، إما بقانون ترك الواجب. ففي كل الأحوال العامة أفضل حالا من كثير من النخب. للأسف الشديد هنالك نخبة تصف نفسها بأنها والله تربت في ظل الثورة، وبنت على فكرة أن الدين أفيون الشعوب، وربما أصلا تنكر الدين كله ولا ترى أصلا للدين أثر في حياتها، وبنت حياتها على شأن لا علاقة له بالدين. فهؤلاء لا صلاة ولا صيام ولا حج، ولا يقرون أصلا بأن والله هنالك إله. هؤلاء والعياذ بالله قد لا يكونون بحجم، قد لا يكونون بالكثرة مقابل المجتمع هو الأكثر، والغالبية في المجتمع هي الأصل بطبيعة الحال. لكن هذه الفئة للأسف الشديد دخلت في متاهات ربما الشيوعية وغير ذلك. لكن حتى هذه الفئة ما حكم هذه الفئة؟
هذه الفئة بلا شك أنها خارجة عن دين الإسلام ولا تمت إلى الإسلام بالصلة، حتى وإن تسمى الواحد منهم محمد أو رمضان أو إدريس أو علي، هذه لا علاقة لها به. يعني فئة كافرة. فئة طيب كافرة. إذا قلنا أن الكافر لا يكفر حتى تقام عليه الحجة وتنتفي عنه الموانع، فهل أقيمت عليهم الحجة يا شيخ حسن؟ هو طبعا في قضية مهمة جدا في قضية إقامة الحجة وانتفاء الموانع، وهو أن ما هو معلوم من الدين بالضرورة للمسلم العادي الذي نشأ في بيت الأصل فيه كله الإسلام، فيعرف من خلال، يعني ما في شخص مثلا خرج إلى الثورة وهو لا يعرف الأركان الإسلام الخمسة، فهو حالته الآن حالة ردة وليست قضية جهل أو عدم جهل. أنا في رأيي قد أعذر المسيح الذي لا يعرف حقائق الإسلام، قد يعذر هذا لأنه ما نشأ في بيئة إسلامية ولا عرف ما هو الإسلام ولا عرف فرائض الإسلام ولا أركانه، وبالتالي قضية شهادة أن لا إله إلا الله وموضوع الصلاة والصيام والحج هذه مما يعلم من دين الإسلام بالضرورة. أين يعذر الإنسان؟ في القضايا التي تحتاج إلى علم دقيق ولا يتلقاها المسلمون كابرا عن كابر، هذه نحتاج فيها أن نقيم عليه الحجة. وإلا لو يحتاج إلى أن موضوع الصوم والصلاة نقيم فيه الحجة، معناها أصلا إسلامه لم يثبت. فنحن نثبت له الإسلام ابتداء ونقول بأنه نشأ ضمن أبوين مسلمين وتلقى الإسلام ولو بالتقليد اللي هو ينسب وفقا لديانة أبويه، هو مسلم. جميل. ثم بعد ذلك دخلت عليه أفكار معينة جعلته يكفر ويدين كل الحالة التي هو فيها. هنا لا بد أيضا أن ننبه من خلال متابعتي كذلك لهذا الصنف، هذا الصنف نفسه الذي نشأ في حالة ما نسميه نحن بالشيوعية واليسار الماركسي وغير ذلك في فترة العنفوان الثوري. ذهبوا مدى بعيدا لما رجعوا بعد التحرير وعادوا إلى أهلهم واحتكوا بالمجتمع وكبر بهم السن، لاحظت كثير منهم سبحان الله عاد إلى دينه في الآونة الأخيرة. فرأينا كثير منهم يحجون، كثير منهم يصلون، كثير منهم يذهبون إلى صلاة العيد، يلتقون مع المسلمين في مصلاهم. فهذه ربما الحمد لله. ما الذي أعادهم إلى دين الإسلام؟ أعادهم إلى دين الإسلام أشياء كثيرة جدا. الحالة الأولى سبحان الله الإنسان في ظل البيئة الثورية المعزولة اللي كلها خلاص تمردت على الدين يختلف عن حاله هو والله في بيت الأب يصلي الأم تصلي، يرونك شاذا مختلفا عنهم، لا ينسبونك إليهم إذا كان أنت والله لا تصلي. الابن يحس بأنه والله أمام هذه الأسرة غريب إذا لم يندمج معها. هذه واحدة. النقطة الثانية، لاحظوا أيضا كثير من النصارى بعد عودتهم إلى أهلهم وإلى ذويهم، كثير منهم لاحظوا هنالك نشاط للكنيسة وعمل للكنيسة وعودة هؤلاء إلى كنيستهم، فبدأ يلاحظ المسلم أنه والله هو أين لا ذهب إلى كنيسة ولا دخل المسجد. نعم، فهنا تأتي أصبح هكذا يعني. وخصوصا في الآونة الأخيرة ما نلاحظه من تبني الدولة بشكل واضح، وهذا يمكن إن شاء الله إذا خصصتم لها برنامج خاص في قضية إنه كيف الدولة في الآونة الأخيرة صارت أشبه ما تكون بترعى الكنيسة الأرثوذكسية رعاية، ويمكن في الآونة الأخيرة بدأت تنشر الآن مثلا آخر شيء وصلت الكنائس إلى منطقة أديبرة ومنطقة تمرات اللي على الحدود السودانية، معناها في مناطق لا صلة لها بنا. فكثير من أبناء المسلمين الذين كانوا يقولون لهم الدولة علمانية، الدولة محايدة، لا تتدخل في الأديان، لاحظوا بأن هنالك رعاية للكنيسة، اهتمام بالكنيسة، اهتمام بتدريس حتى الكنيسة وما يتعلق بها من تخريج أبنائها. أيضا الآن أخيرا استقبالات كثيرة جدا من أوروبا تحديدا لمطابع لطباعة الكتب الدينية وإدخالها إلى إريتريا عبر السفارات. فكثير من أبناء المسلمين الآن بدأوا يتساءلون حول حقيقة العلمنة التي فعلا تروج في داخل إريتريا، هل هي علمنة لتمرير القطاع الديني لطرف آخر؟ فهذه واحدة من القضايا التي أيضا تجعل المسلم يتساءل حول وضعيته. أيضا بعضهم لما يكبر به السن ويشعر بأنه مقبل على الله، شاء الموت حق، فيأتي إليه سبحان الله ما يعرف بالتساؤلات المصيرية الكبرى، إلى أين أنا؟ وعنده البذرة الأولى، هو نشأ في بيت مسلم، هذا البيت المسلم يؤمن بالله ويؤمن بالملائكة ويؤمن بالجنة ويؤمن بالنار، لا يكاد صبي من صبيان المسلمين لا يعرف ذلك. فتعاوده هذه الأشياء سبحان الله وهي موجودة في صلب عقيدة، في صلب فطرته، في صلب فطرته، خاصة وفق الميثاق الإلهي الذي أخذه الله سبحانه وتعالى عن الخلق.
ألست بربكم قالوا بلى. فهذه تجعلهم سبحان الله يعودون. لاحظت حقيقة هذا الموضوع بشكل واسع، يأتي كثير منهم إلى أكثر من بلد إسلامي، تجدهم يذهبون إلى الصلوات، يذهبون إلى العمرة، يذهبون إلى الحج. أيضا حصلت كثير من المجموعات في الآونة الأخيرة تحت حجة أنهم والله يذهبون إلى المملكة العربية السعودية مثلا للعلاج، فإذا بهم يحتكون ويرون عظمة الإسلام ويرون عظمة المسلمين من خلال التواجد في بيت الله سبحانه وتعالى، ثم يذهب إلى الحج. كثير منهم وفق دراسات حقيقة أجرتها في بعض المواطن تقريبا بعض السفارات العربية، يقولون معظم الذين كانوا يحجون، كانت الدولة دائما تعمل كل من يحج ويذهب مع الحجاج، كان في علاج. طبعا كان وقتها الملك فهد أظن ولا الملك عبد الله، كان أي شخص يحج إلى بيت الله من الأريتريين يخضع لفحوصات كاملة، فكان الناس تحرص أن تكون جزء من هذه الحملات. فبعد ذلك السفارة السعودية مثلا في أسمرة أجرت دراسات حول الذين كانوا يحجون، فوجدت أن 25% من رجال الدولة الذين كانوا يحجون تغيرت سلوكهم وحياتهم، فصاروا يلتزمون بالصلوات، يلتزمون بالصيام، يلتزمون. فمعنى ذلك الحالة حصل فيها إيه؟ حصل فيها تغير. الحمد لله رب العالمين. إن كنا نرى نحن حينما تأتي قيادات النظام ومعهم بعض المسلمين ما كانوا يا شيخ حسن لا يحجون ولا يعتمرون ولا كانوا يزورون بيت الله الحرام. وعلى كل حال الله المستعان، ونحن نسأل الله لنا ولهم الهداية، ونسأل الله تعالى لنا ولهم حسن الختام. طيب شيخ حسن، احنا منذ سنوات طويلة يعني كشعب إريتري أقول كنا نصوم مع المملكة العربية السعودية لسنوات طويلة، منذ أن عرفنا أنفسنا ونحن نتبع رؤية الهلال في شهر رمضان المبارك. هل لا يزال الوضع هكذا حتى الآن أم قد تغير؟ وأصبحنا نرى الآن مفتي إريتريا أو نائب المفتي يصدر بيانات لحلول شهر رمضان المبارك ولحلول عيد الفطر المبارك، رغم أن هذه العادة لم تكن موجودة. تعليقكم شيخ حسن؟ نعم، هو يبدو في موضوع الجانب المراسمي قضية أنه والله المفتي واحدة من أدواره قضية إثبات شهر رمضان، شهوده، إعلان عيد الأضحى، إعلان مواسم الحج، هذه واحدة من القضايا الأساسية في مهام المفتي. وفي ظل طبعا الدولة الوطنية الإعلان من المفتي في كل سنة لا بد أن يكون رسميا، يعني الدولة لا حتى لو هي أرادت أن تأخذ برؤية بلد آخر لا بد أن تعتمد هذا الموضوع وتعلنه بشكل رسمي. لكن حسب علمي طوال ما عرفنا حتى الدولة الأريترية بعد الاستقلال لا أذكر بأنه والله في موسم من المواسم أو في رمضان مثلا من الأشهر التي عشناها إنه والله خالف فيها أهل إريتريا مثلا الوضع في المملكة العربية السعودية. فهذه واحدة من القضايا اللي ربما تشكل نوع من ثوابت على كل فيما يتعلق بالإفتاء، في أنه والله يحرص أن يكون جزءا من رؤية الحرمين الشريفين. والسبب في ذلك والله أعلم يعود إلى أن المطلع واحد، يعني أنت الآن مطلع المملكة العربية السعودية ومطلع إريتريا يمكن أقرب من مطلع السودان والسعودية، فنحن من حيث المطالع مطلعنا تقريبا مع مطلع اليمن ومطلع المملكة العربية السعودية كمطالع، على القول الذي يقول بأنه في اختلاف للمطالع وكذا. فاعتماد رؤية المملكة لا، هل في الأصل أصلا يعني إدارة الإفتاء ترسل وفد للبحث عن الهلال واستطلاعه؟ هل هذا وارد؟ لا، هذا ما أظنه. هي غالبا تعتمد رؤيا الدول المجاورة ولا تبحث هي أصلا. نعم، هي هذه المسألة صحيح مسألة الرؤية قد لا تكون منشغلة بها، قد يكون هنالك عرف على كل غير معلن. يعني مثلا لو أنهم كانوا يعني يتتبعون هذا ووجدوا أن مطلع المملكة العربية موافق لمطلع إريتريا، نقول فعلا نعم. المطالع واحدة ولذلك هم يعتمدون نعم. لكن هم ما أعتقد أن هذا لا يبدو هم متخذين على كل قرار داخلي أنه والله حيثما أعلن المملكة العربية السعودية فهم يعلنون. هذا في حين أن يعني أجهزة الدولة الدينية كانت ترى أن المملكة العربية السعودية وهابية، وأنها يعني ربما خريجين الجامعة الإسلامية كطلاب غير مرغوبين في داخل إريتريا، ومع ذلك في مسألة الصيام والإفطار يتبعون المملكة. لماذا لا يتبعون مصر مثلا؟ يعني غالبا أجهزة وزارة الأوقاف والإفتاء يعني كانوا إلى تقريبا قبل 10 سنوات يستقبلون القراء من مصر وينشرونهم في مساجد
أسمر وربما كرن وبعض المدن. توقف هذا لا أدري ما السبب، ثم بعد ذلك أصبح يعني الأمر محلي في داخل إريتريا. تعليقكم شيخ حسن؟ هو طبعا أحيانا قد تكون المؤسسة الرسمية لها موقف على كل بشكل أو آخر من التوجهات العامة للحالة الدينية في المملكة العربية السعودية، لكن وهي تقول ذلك، لكنها يصعب عليها أن تتجاوز كذلك الموقف في أرض الحرمين، لأن القاعدة العامة في المسلمين ثقتها بأرض الحرمين وارتباط قلوبها وارتباط أفئدتها واطمئنانها للوضع في السعودية من حيث إعلان يعني تقصد الشعب نفسه عامته ينتظر الفتوى في السعودية، لا ينتظرها من دولة أخرى. وبالتالي هنا المؤسسة الرسمية تجد نفسها في حرج إذا أرادت أن تخالف عموم الناس. فهنا تلاحظ بأنه والله عموم الشعب سبحان الله، حتى من يقولون بالتصوف لكن تجدهم قلوبهم معلقة بالحرمين. هم لهم موقف من المذهب كما يقولون الوهابي، لكن سبحان الله ليس لهم موقف من أرض الحرمين وما يرى فيها وما يعلن. فهذا التقبل العام يجبر بطبيعة الحال المؤسسة الرسمية. عاطفة شعبنا الإريتري تجاه شهر رمضان العاطفة هي حقيقة كبقية المسلمين عاطفة قوية، قد يكون جزء منها بعلم، جزء منها بفطرة، جزء منها بالتدين التقليدي. على كل هنالك عاطفة جياشة وكبيرة إزاء شهر رمضان المبارك. تجد بأن الناس يستقبلون هذا الشهر بالفرح ويستقبلونه بالأهازيج، بدءا من أطفالهم الصغار. عندما يعلن أن غدا مثلا رمضان تبدأ عمليات الضرب على الطبول والمرور في الشوارع وإعلان الصيحات بأن هذا رمضان. فهذه حقيقة هذه الفرحة العارمة التي تجتاح الأطفال وتجتاح الأسر، وكل يعبر عن فرحته بطريقته، حتى قد لا تكون بعض هذه أنواع الفرح قد تكون فيها إشكال يعني. لكن سبحان الله المرأة في بيتها أول ما تشاهد الهلال هي عندها طريقة للتعبير. نعم، عندها طريقتها للتعبير وعندها أسلوبها اللي تلقته عن جدها عن أمها وعن جدتها. أيوة. وعن كذا. هي لا تبحث الآن عن إنه والله هذه ثابتة ما ثابتة، لكن تلاحظ بأنه والله عندها من التعبير الذي تعبر به عن الفرح برؤية هذا الهلال وتستقبل حقيقة رمضان. أنا حقيقة بهذه المناسبة يحضرني أحد أصدقاء الثورة الأريترية من إخواننا السوريين، وأنا أحييه حقيقة من هذا المنبر، اسمه أحمد أبو سعدة. هذا من السوريين سبحان الله، التحق في الستينات تقريبا بالثورة الأريترية. هذا يحكي لي بنفسه، يقول أنا عرفت صوم رمضان وموضوع الصيام يقول في إريتريا. الله. يقول ونحن نمر بالقرى، تصور هو في سوريا يعني، هو سوري لكنه يحكي أنه نشأ في الحزب الشيوعي وكذا، فما كان له صلة بالدين. يقول أنا دخلت الحزب الشيوعي عمري 12 سنة، فلم يكن أصلا يعرف أصول الإسلام ولا. يا الله. فيقول ذهبت إلى إريتريا في الستينات، فألاحظ قال الساعة 3 الساعة 4 الثالثة الساعة 4 الأسر القرى توقد النيران. فأقول لماذا يعني قبل الفجر تقصد؟ قبل الفجر. هنا. فقال بدأت أسأل لماذا يستيقظون ليلا؟ قالوا هذا رمضان. إيش رمضان؟ قالوا له والله الصيام. فلاحظ هذا الشخص كيف مسلم ومن منطقة الشام. نعم. وما يعرف الإسلام مصيبة. سبحان الله. نعم. وأنا أدركت حقيقة في وقت يعني للأسف الشديد يعني أحيانا بعض الناس من شاب على شيء شب عليه. نعم. فهذه من القضايا اللي حقيقة لفتت نظري، كيف أن شخص عربي يأتي إلى بلد في أفريقيا ويكون هذا البلد عوامه وقراه تنطلق لشعيرة وهو لم يكن مستوعبا لهذا الموضوع. فبالنسبة لنا حقيقة سواء في القرى سواء في المدن، موضوع شهر رمضان شهر معظم، شهر يستقبل بالاحتفال، شهر يستقبل بالفرح، يتسامح فيه الناس بشكل كبير. نعم. كيف دوام الناس إلى أعمالهم؟ هل تتغير طبيعة الحياة في إريتريا كما هو الحال في بقية البلدان العربية؟ يصبح ليلهم نهار ونهارهم ليل، أما الحياة هي طبيعية في إريتريا وأن الناس تصوم من الصباح وتعود إلى بيوتها في آخر النهار؟ حدثنا عن هذا شيخ حسن. طبعا إريتريا دولة فريدة في كل شيء يعني، ما هي نظرا لأنها لم تندمج في الحداثة بشكل كبير، يعني مثلا انقطاع الكهرباء، غياب التلفزيون، في أشياء كثيرة جدا تجعل واقعنا مختلف تماما. يعني ما في مثلا والله أشياء تجعل الناس يساهرون إلى منتصف الليل بمتابعات التلفزة والأخبار والأمور هذه كلها ما موجودة. وبالتالي تلاحظ بأن الوضع في إريتريا
يعني بنسبة كبيرة جدا كما كان عليه الحال في قبل 30-40 سنة. يعني نفس الطريقة أن المزارع يذهب إلى مزرعته في الوقت الطبيعي، الموظف يذهب إلى وظيفته، ربما تحصل تغيرات في الدوام، قضية الدوام الصباحي الدوام المسائي، تنظم الدولة هذا الموضوع. لكن عامة الناس نفس الوضع، أنه والله ينطلق إلى عمله في الصباح بعد أن تسحر وصلى صلاة الفجر. إذا تطلب الأمر ذهابا مبكرا تجد أن الإريتريين ما شاء الله ينزل إلى وهو صائم، وهو صائم. وإذا كان في كيف الصيام في إريتريا؟ هل هو متعب؟ هو على من أجواء طيبة؟ هو يختلف من مكان إلى مكان طبعا. إريتريا نفسها مناخاتها طبعا فيها اختلاف. في مناطق طبعا الحر فيها صعب، خاصة لما تنزل بركة والقاش في مرحلة صيفية، مثل أنت في الوضع في السودان في حرارته لكن لما ترتفع إلى المناطق الجبلية وتذهب إلى المرتفعات ستلاحظ أن الوضع يكون أخف. فممكن الشخص يشعر بالجوع لكنه لا يشعر بالعطش، والإشكال طبعا عند الناس معظمهم في قضية العطش. يعني صحيح. تجد أن الناس يتعبون في هذا الجانب. لكن غالبية الدولة وغالبية السكان الوضع في إريتريا يعتبر وضع مريح من حيث الصيام. جميل. إذن لو تحدثنا عن السوق ومحلات المطاعم والكافيهات وغيرها في رمضان، يبدو أنها تغلق. نعم، هي على كل المناطق التي يغلب فيها الوجود المسلم الغالبية فيهم يغلقون ويتجاوبون مع صيامهم ويراعون ذلك، ويحصل فتح المواقع مثلا في الفترات المسائية حتى لا تتعطل أيضا أعمالهم. لكن بالنهار تجد فعلا مناطق الأكل مناطق الشرب، حتى لو افترضنا أنه فتح تجد أنه عامل زي ما يقولوا فاتح نص ضلفة. كنا نسمع عن بعض النصارى شيخ حسن في بلادنا، يعني في رمضان يقولون جاءنا هذا الشهر يعني الذي يسبب لهم خسائر في دكاكينهم وفي باراتهم وفي خمورهم، يقولون عنه أنه شهر يعني عبارة لا تليق. نعم. وفي نفس الوقت أيضا يطالبون كثير من النصارى الأسر المسلمة بالسمبوسة، يعني يقولون سمبوسة هابونا. نعم. أعطونا سمبوسة. والسمبوسة سبحان الله مرتبطة بشهر رمضان. نعم. في الغالب. يعني تعليقكم شيخ حسن؟ هو سبحان الله طبعا الشهر من حيث هو أيضا دعوة. شهر رمضان هو في حقيقته دعوة. فعندما يلتزم المسلمون جميعا في وقت واحد بالصيام، ويلتزمون في وقت واحد بالإفطار، ويلتزمون في حياتهم بما يتناسب مع صيامهم، فتجد والله أنا صائم والمسلمين صائمين، وأقلق أنا موقعي وأقلق مقري. هنا تلاحظ بأنه يعطي رسالة للطرف الآخر، أقل شيء يعطي لنفسه حق التساؤل. ماذا يفعل هؤلاء؟ ما طبيعة هذا الدين؟ ما طبيعة هذه الرسالة؟ فسبحان الله الإنسان من حيث يشعر أو لا يشعر هو يؤدي رسالة، وربما يقيم الحجج على الآخرين، لأن هذا الذي لا يتساءل مع كل هذه القضايا قد يكون دخلت في الحديث من سمع بي ولم يؤمن. نعم. أنه أنت أمام مسلمين يصومون ويصلون ويزكون ويحجون وأنت ما مبالي أصلا. ما مبالي أصلا هذا الموضوع. فهذا الجانب. النقطة الثانية هم صحيح يعني ينظرون إليها من زاوية الخسائر، لكن لو نظروا أيضا من زاوية أخرى تجد نفس هذه المواقع استفادت كثيرا قبل الدخول في رمضان، لأن الناس يشترون كثير من احتياجاتهم في هذا الشهر من نفس هذه المواقع من نفس هذه الدكاكين، ثم يشترون ما قبل العيد كذلك كثير من احتياجاتهم. فالمسألة ليست بهذه الصورة التي تصور. ثم أيضا التوقف غالبا يكون في مناطق الأكل والشرب وليست في عموم الأسواق. صحيح. يعني كثير من المواقع تكون شغالة شغل الطبيعي، الدكاكين البقالات تكون شغال، لكن مطعم يكون والله زي ما يقولوا الشيء فيه ضاربة والدخان فيها طالع، هنا تأتي قضية الاستفزاز وعدم رعاية مشاعر المسلمين. شيخ حسن، صلاة التراويح تعتبر شعيرة من شعائر رمضان. نعم. وهي أيضا عالمية، يعني ما من بلد إلا ويقيم صلاة التراويح. حدثنا عن صلاة التراويح في إريتريا. نعم، صلاة التراويح أولا هي طبعا أصل مشروعيتها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وعمليا فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أقام النبي صلى الله عليه وسلم عدة ليالي فالتف حوله أو التحق به جمع من أصحابه عليه الصلاة والسلام، وخشي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تفرض هذه الصلاة على أمته فتوقف عن الاتيان في المسجد.
توقف عن الإتيان، وهذا من رحمته عليه الصلاة والسلام بأمته بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهو رأى بأنه إذا كان والله جادل في 50 صلاة في السماوات من خلال تعليم موسى له، فإنه أيضا يخشى أنه والله تفرض على الناس ولا يطيقون في هذا الموضوع. ثم بعد ذلك جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ففي عهده خلاص إمكانية أن تفرض ليست واردة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فرأى الصحابة كل يأتي إلى المسجد ومجموعة تصلي، فقال لو أنه جمعهم على إمام واحد، فاجتمعوا على كل على إمام واحد في عهد عمر بن الخطاب. مساجدنا حقيقة في إريتريا يعني كسائر مساجد المسلمين تلتزم بموضوع التراويح وتقيمه في الزوايا وفي المساجد العامة، وعلى نفس الطريقة الغالبة عموما حتى هذه اللحظة في كثير من ديار المسلمين اللي هو يصلون أكثر، يصلون كم 20 ركعة، وفي نفس الوقت يلتزمون السرعة والخفة. يعني تجد أنه والله ما في إطالة كثيرة إلا في بعض المساجد التي ربما في الآونة الأخيرة التزمت السنة وحرصت أن تصلي مثلا 11 ركعة وتطيل في القراءة. هذه قد تكون أيضا موجودة الآن في بعض المناطق، لكن الغالب ما أتكلم فيه غالب المساجد اللي تلتزم بتوجيهات الأوقاف تجد بأنها تصلي ويتخلل بطبيعة الحال التراويح الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبعض الأذكار التي يلتزم بها الناس. يا سلام يا سلام. طيب شيخ حسن، فيما يتعلق بإقبال الناس، تحدثنا عن الإفطار، عفوا فيما يتعلق نعم قضية لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السنة. هذه أعتقد أنها يعني بالفعل منطبقة في إريتريا. نعم. حدثنا عن إفطار الناس، هل يفطرون في مساجدهم أو يفطرون في بيوتهم، وكيف وضعهم في السحور؟ نعم، هو على كل موضوع الإفطار والسحور كما تفضلت من الآداب ومن السنن المستحبة التي يلتزم بها المسلمون ويحرصون عليها ويلتمسون بركتها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. ويشير النبي صلى الله عليه وسلم إلى بركة طعام السحور، وهذه سبحان الله يلمسها كل من يتسحر بالتجربة. يعني اليوم الذي تتسحر فيه واليوم الذي لا تتسحر فيه ليس سواء. صحيح. تجد نفسك مرهق وتعبان في اليوم الذي لا تتسحر فيه. ثم أيضا سن النبي صلى الله عليه وسلم أن السحور لا يكون في منتصف الليل، ويبدأ بعد منتصف الليل إلى طلوع الفجر. وكل ما أخرت، يعني كل ما كنت قريب من الأذان، كل ما كان ذلك أقرب إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يستفيد هذا الجسم من الطعام الذي أخذه في السحور لأكبر فترة زمنية. نلاحظ أنه في الحالة الإريترية عموما سبحان الله هنالك التزام بالسحور، وهنالك عادة طبعا معروفة، وهو هنالك من يمر بعد منتصف الليل على في المدن بالذات من يمرون وينادون بقضية تسحروا نعم هذه المسألة موجودة. بعضهم بعضا، يوقظون بعضهم البعض. المتسحرات اللي كان يضرب المسحرات، نعم هذه موجودة على كل عادة موجودة إلى الآن موجودة. فيما يبدو موجودة حتى الآن، ما أظنها اختفت، لأن هي حالة سبحان الله متصلة عموما بالأداء الديني، خاصة في المدن اللي غالبيتها مسلمة موجودة هذه الظاهرة. فالسحور موجود والالتزام به موجود، ويتفاوت بعد كده الناس في ما الذي يقدم في السحور، هل تقدم وجبات دسمة أو وجبات خفيفة، لكن عموما الالتزام بالسحور هو ظاهرة موجودة. النقطة الثانية موضوع الإفطار أيضا فيه كما تفضلت التزام بالسحور، والجاهزية في رمضان تتم لهذا الموضوع. يعني تجد الناس جهزت معظم أشياءها وأغراضها ما قبل رمضان حتى توفي احتياجات الناس في صيامهم. هنالك على كل الغالبية تفطر في بيوتها، ولكن هنالك إفطارات أيضا في إفطارات في المساجد. وهنالك أحيانا اجتماع لبعض الجيران أيضا مع بعضهم، يعني الحالة على كل هنالك من يفطر في بيته، وهنالك من يفطر مع جيرانه الأقربين، وهنالك من يذهب بإفطاره إلى المسجد. جميل. شيخ حسن، تحدثت عن الجاهزية وما إلى جاهزية. قبل قصير أو فترة قصيرة خرج الشعب الإريتري من حرب الله المستعان مع الجيران، وسمعنا من مات قد مات ومن رجع قد رجع. هل هذه الحالة من الحرب أثرت على جاهزية الاستعداد لشهر رمضان
باعتبارها أنها كانت قريبة، وأنتم متابعون الشيخ حسن أحوال إريتريا. نعم، هو بطبيعة الحال يعني التأثير قد يكون أحيانا تأثيرا ماديا، وأحيانا قد يكون تأثيرا نفسيا ومعنويا. أنا أتصور بأن هنالك الكثير من الأسر التي نكبت وجرحت وتشعر بالأسى حتى هذه اللحظة، خصوصا حتى هذه اللحظة لم يتم الإعلان الرسمي للموتى والقتلى والجرحى، وإذا كان هنالك معتقلون يفترض أن يكون هنالك إعلانات رسمية طبعا بطبيعة. فلما يأتي رمضان في هذه الأجواء، أنا لا أريد فقط أن أقول والله الجاهزية المادية، لكن تصور أنه والله أسرة تنتظر والدها أو تنتظر ابنها، ولكن غائب هذا الابن وغير معروف. وأنا أعرف حقيقة في هذا الاتجاه أكثر من أسرة تنتظر ولي أمرها أو تنتظر ابنها، وهي تتوقع أن والله يقدم عليها في رمضان، وحتى هذه اللحظة لم يأتي. صحيح قد يكون بعضهم أحياء موزعين في الجبهات في أكثر من منطقة، لكن هنالك قناعة عند كثيرين قد تأتيهم الأخبار عن طريق أصحابهم وكذا إنه والله فلان مثلا خلاص يعني قتل. فهذه الأسر التي تدخل بهذا النفس في رمضان بطبيعة الحال ستظل أسر ناقصة الفرحة مهما حاولت أن تتجاوب مع رمضان. أضف إلى ذلك أيضا قد يكون لذلك تأثير بطبيعة الحال، التأثير النفسي سيكون له تأثير أيضا في الاستعدادات المادية. فالإنسان المشغول بحياة إنسان لن يكون مشغولا بأنه والله يجهز في رمضان بالشكل المناسب له. الله المستعان. تحدثت عن الحالة النفسية، وماذا عن الحالة الاقتصادية والمادية؟ هو عموما الحالة الاقتصادية كما هو معلوم في إريتريا الوضع الاقتصادي منهار بشكل كبير، يعني فيه ضعف كبير، فيه إشكالات. صحيح أن الناس يعني لم تصل إلى مستوى إعلان مجاعة، يعني لا زال الحمد لله الناس باعتبار أنه جزء كبير من شعبنا يعتمد على الله سبحانه وتعالى، ثم على مزرعته وعلى حيواناته وعلى كذا، فإلى حد كبير الوضع فيه نوع من الاحتفاظ بالتماسك يعني عدم الانهيار الحد الأدنى، في الحد الأدنى، يعني الحد الأدنى لكن هنالك بطبيعة الحال لو أردت أن تقيس حالة الضرورات مع الاحتياجات، يعني أحيانا قد نكون نحن والله الضرورات متوفر، لكن هنالك حاجات إنسانية كبيرة جدا محتاج إليها الشعب الإريتري ولم تتوفر. دعك أن نتكلم عن كماليات وتحسينيات، يعني نحن في المجتمع الإريتري الآن الحديث عن الكماليات والتحسينيات لا محل له في هذا الوقت. وبالتالي هنا حقيقة أنا أستفيد وأغتنم هذه الفرصة حتى أقول ليت الذين هم في خارج إريتريا يلتفتون في هذا الشهر المبارك، وهي مناسبة حقيقة مهمة جدا، أن والله يحاولوا يزودوا أهلهم في الداخل، سواء بإفطارات الصيام، سواء بزكاة الفطر، سواء بالتمويل المالي، حتى أيضا يعينون الأسر في داخل إريتريا ويرتقون بها في هذا الشهر المبارك. لأن سبحان الله هذا الشهر في أكثر من موطن الشريعة تراعي فيه اكتفاء الناس في موضوع الأكل والشراب، آخرها طبعا موضوع زكاة الفطر الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم طهرة للصائم وطعمة للمسكين، يعني أغنوهم في هذا اليوم. فقضية الإغناء نحن محتاجين حقيقة في شهر رمضان أن المسلمين يصومون، وقد حصل تلاحم بين أبنائهم في الداخل والخارج، ولا أتصور أن هنالك صعوبة في أن كل إنسان عنده إمكانية، عنده فائض، عنده شيء مما يمكن أن يقدمه في هذا الشهر المبارك، سواء كان زكاة مالية، سواء كان إفطار صائم، سواء كان والله زكاة الفطر، كل ذلك أنا أعتقد مما يعزز وجود الناس في الداخل ويعزز صمودهم ويعزز بقائهم في داخل البلد. أحسنتم شيخ حسن. بقي معنا توجيهكم الكريم لإخواننا الإريتريين المقيمين في دول الخليج والمقيمين في أوروبا واستراليا وأمريكا، توجيهكم ونصيحتكم في كيفية استقبال شهر رمضان المبارك والحرص على الصيام. حقيقة أنا أنصحهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاكم شهر رمضان أو أتاكم رمضان شهر مبارك، أظلكم شهر رمضان شهر مبارك، فرض الله عليكم صيامه وسن عليكم قيامه، في شهر تصفد فيه الشياطين، تفتح فيه أبواب الجنة، تغلق فيه أبواب النيران. هذا الشهر حقيقة نحتاج أن نتعرض فيه إلى نفحات الإيمان، نتعرض فيه إلى نور القرآن، نتعرض فيه إلى أشواق الإنسان نحو جنة الله سبحانه وتعالى. مهما حاولنا حقيقة أن نتغافل عن الحقيقة الكبرى، هي حقيقة الموت وحقيقة الرحيل إلى الدار الآخرة، لكنها آتية بطبيعة الحال. والله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت
لغد، فسماها الله سبحانه وتعالى غد. هي جاية يعني طال الزمان أو قصر أنت مقبل على الله سبحانه وتعالى. وللأسف الشديد أحيانا المجتمعات المترفة تنسي الناس العودة إلى الله. يظن الإنسان خلاص والله يعني، وهذه طبعا موجودة في سورة العلق، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. يعني كلما استغنى الإنسان ماديا كلما ابتعد عن الله سبحانه، وهذه إشكالية كبيرة جدا. يتصور بأنه خلاص يعني امتلك نواصي القوة والقدرة وليس بحاجة، لكن الفقر سبحان الله يلجأ الإنسان إلى الله ويعيده إلى الله ويستقوي بالله سبحانه وتعالى، لأنه لا شيء أعظم من أن يستند الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله الغني الحميد. فحقيقة نحن ننصح شبابنا خاصة الذين هم في أوروبا وابتلاهم الله سبحانه وتعالى بالوجود هناك، وهو بلا شك بلاء يعني أن يكون الإنسان سبحان الله محروما من أهله، محروما من ديار الإسلام، محروما من الحالة العامة التي يشعر فيها الإنسان بحالة التدين وسط المجتمع. فأنا أحيانا أشعر بأن الغربة الحقيقية أن يعيش الإنسان سبحان الله في بلاد ليست فيها المآذن مرتفعة ولا التراويح طبعا متاحة في كثير من البلدان. فنقول لهم أنتم إن شاء الله على ثأر عظيم، وعليكم أن تمسكوا وتقبضوا على دينكم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم القابض على دينه كالقابض على الجمر في مثل هذه الأجواء. فأقول لهم صوموا وصلوا وتصدقوا وأبذلوا الخيرات واقرأوا كتاب الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر المبارك. بارك الله فيكم شيخ حسن. مشاهدينا الأكارم، انتهى وقت الحلقة، ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام، وإلى حلقة جديدة في الأسبوع القادم إن شاء الله. هذا أخوكم برهان سعيد يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب، إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب.